مشاهدينا الأكارم، طبتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. جهود لرفع التبرع بالدم في إقليم عنسبة. عقد اجتماع لمناقشة الأمن الصحي في إقليم جنوب البحر الأحمر. صيانة الطرق فيما يعاني بالنفير الشعبي. بلينكن يصل إلى إسرائيل وحماس تعلن ارتفاع حصيلة قتلى غزة. بوتين يوقع قانونا يلقي مصادقة روسيا على معاهدة حظر التجارب النووية. عاصفة سيران تضرب غرب أوروبا وتودي بحياة 7 أشخاص. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفاد رئيس جمعية المتبرعين بالدم في إقليم عنسبة أن مبادرات التبرع بالدم لتنمية محتوى بنك الدم تحقق نتائج مرضية. وقال السيد أونور همد إن أنشطة الجمعية تحرز تقدما جيدا، مضيفا أن عدد الأعضاء ارتفع من نحو 300 عام 2019 إلى أكثر من 1000 حاليا. وذكر أن برامج التبرع بالدم التي كانت مقتصرة على الطلاب امتدت الآن لتشمل الجيش وموظفي الحكومة وقطاعات أخرى من المجتمع. وأوضح أن تقوية التأطير والتنظيم هو الأساس والأهم لزيادة عدد المتبرعين بالدم، مضيفا أن الجمعية تقوم بحملات توعوية مستمرة وتنظيم أنشطة فعالة لتشجيع المجتمع على اتخاذ مواقف إيجابية تجاه التبرع بالدم، ودعا الجهات الحكومية للدفع بها قدما. وأوضح مسؤول خدمات التبرع بالدم في بنك الدم الوطني السيد محاري أبراهام أنه تم جمع أكثر من 1100 كيس دم خلال أسبوع التبرع بالدم الذي استمر 10 أيام، مشيدا بالتطور المحرز في إقليم عنسبة للتبرع الطوعي بالدم. وقد تم تنفيذ برامج ناجحة في التبرع الطوعي بالدم في مديريات عتكريزان وعلى برعد وكلية حمل مال الزراعية وكرن في الفترة من 23 من أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر تحت شعار ليستمر النبض العالمي بالتبرع بالدم. عقد فرع وزارة الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر اجتماعا مع شركاء العمل في مدينة عصب ركز على القانون الصحي الدولي وسلامة وأمن الخدمات الصحية. وقال رئيس وحدة الصحة البيئية السيد عبد السلام ناصر إن الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية تنبع من الأولوية المعطاة لضمان الصحة العامة، ويكون ذلك مستداما وآمنا إذا تم ضمان دور الجميع في تحديد المشاكل الصحية والوقاية منها والاستجابة لها. وأشار إلى أن الأمراض التي تحدث يمكن الاستجابة لها بشكل صحيح ومتناسب من خلال اتباع العملية الصحية الشاملة وإدخال التنفيذ الدقيق والفعال. وذكر أن هناك حاجة إلى التنسيق والجدية من الجهات المعنية للسيطرة على الظاهرة وعودة الحياة إلى طبيعتها. وقال رئيس الفرع محمد أنور إن الأمر يتطلب المشاركة الفعالة للحد من الأمراض والوفيات والإعاقة وعدم الاستقرار الاجتماعي الناجم عن أسباب مختلفة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وذكر حاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتاي بعد أن شرح الهدف من ضمان تقديم الخدمات الاجتماعية بشكل عام والصحة بشكل خاص أنه يجب أن يكون هناك وعي واستعداد للوقاية من الأمراض العابرة للحدود أو غيرها من الأسباب المحتملة للأمراض. وشدد على أن على كل جهة أن تعمل منتبهة لذلك. وفي اجتماع 30 من أكتوبر تم تشكيل لجنة ضمان السلامة الصحية على المستوى الإقليمي للتعامل مع مقاومة المضادات الحيوية والأمن الغذائي والأمراض الحيوانية. كرمت مدارس مديريتي مصوع وعالدخلاء طلابها المتفوقين الحاصلين على درجات عالية في الامتحانات الوطنية للعام الدراسي 2022-2023. منحت مدرسة جبل قدم المتوسطة والثانوية يوم 31 من أكتوبر الماضي
30 طالبا حصلوا على أكثر من 90% في امتحان الشهادة المتوسطة للصف الثامن، ومن 3 إلى 4 نقاط في الامتحان الوطني للصف الثاني عشر. وهنأ مدير المدرسة الأستاذ عبد الله محمد الطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم، وقال إن التحفيز الذي جرى العام الماضي خلق الدافع والمنافسة الشريفة بين الطلاب. وأوضح مسؤول مدارس مديرية المصوع الأستاذ إسماعيل صالح أن أعداد الطلاب الحاصلين على علامات عالية خاصة المرأة في تزايد مستمر، مشيرا إلى وجود برنامج لجعل الجائزة المقدمة على مستوى المدارس تقدم على مستوى المديرية مستقبلا. كما تم توزيع جوائز تحفيزية على 59 طالبا من مدرسة ماي لافو المتوسطة في مديرية الدخلاء الذين حصلوا على نقاط ممتازة في امتحان الشهادة الوطنية للصف الثامن. وقال مدير المدرسة الأستاذ برخت برهان أن الجهود المبذولة سنويا لتحسين قدرات وأداء الطلاب تحقق نتائج مشجعة على أرض الواقع. يقوم سكان ضواحي تخلابي وماي عيني في مديرية ماي عيني بنفير إصلاح الطرق الترابية المتضررة بسبب الأمطار الشتوية. وأوضح السيد طعمزقي عبايس المشرف على العمل أن أعمال الصيانة تجري بمشاركة 7 قرى. وذكر أهمية الأعمال الجارية بسبب سوء الطريق المؤدي إلى دك أمحر ومعاناة المزارعين إلى الأسواق. وطالب المشاركون في النفير للحصول على الدعم الآلي لجعل أعمال صيانة الطرق مستدامة. قدم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية الدبار ومساعدات مالية وعينية للمحتاجين هذا العام، شمل التبرع مواد تعليمية ل 119 طالبا محتاجا، و144 ألف نقفة للأسر الرعية للمصابين بالأيدز، و10,000 نقفة لكل من 14 عائلة بينها عائلات الشهداء. كما تم توزيع 96 ألف نقفة لأسر الشهداء تبرع بها موظفو المؤسسات الحكومية ومشروع الدهل العاملين في المديرية. وقدم محسن مقيم في بريطانيا 5400 نقفة لامرأتين من معاقات الحرب. وأوضحت مسؤولة المكتب السيدة سجا باريا جابر إن التبرع جزءا من الدعم الشعبي والحكومي. وذكر مسؤول وحدة المحتاجين في مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في المديرية أن دعم الطلاب قدم بتعاون وزارة التعليم. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضاء الإريتريا، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أعلن الجيش الإسرائيلي تطويق مدينة غزة معقل حركة حماس الإسلامية بعد أيام على بدء توغله البري في القطاع الفلسطيني، بينما يتواصل القصف الإسرائيلي بلا هوادة على القطاع المحاصر حيث الوضع الإنساني كارثي. ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل لمناقشة وضع المدنيين الفلسطينيين في ظل تواصل القصف على قطاع غزة، بينما أعرب الأمم المتحدة عن قلقها تجاه الوضع في الضفة الغربية. وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي وفق وزارة الصحة تابعة لحماس إلى 9227 على الأقل، بينهم ما لا يقل عن 3826 طفلا و2405 على الأقل من النساء. قدرت الأمم المتحدة الحاجات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية ب1.2 مليار دولار حتى نهاية 2023 على ما أفاد مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا في بيان. إلى ذلك تبنى مجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الجمهوريون حزمة مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل، متحديا بذلك طلب الرئيس جو بايدن تضمين الحزمة أيضا مساعدات لأوكرانيا ولأولويات ملحة أخرى. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يلقي مصادقة روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وذلك على خلفية الحرب في أوكرانيا والأزمة مع الغرب.
وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 إلى منع كل التجارب النووية، لكنها لم تطبق بسبب عدم انضمام عدد من الدول النووية الرئيسية إليها، وأبرزها الولايات المتحدة والصين. من جهتها دعت منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية روسيا إلى مواصلة التزامها بالمعاهدة، بما يشمل تشغيل محطات المراقبة على أراضيها لاكتشاف أدنى انفجار في الوقت الحقيقي. وكان مجلس النواب الروسي الدوما تبنى القانون منتصف أكتوبر الماضي قبل أن يوافق عليه مجلس الاتحاد الغرفة العليا في البرلمان الروسي نهاية الشهر بالإجماع. أحدثت رياح عاتية وأمطار غزيرة تسببت بها العاصفة سيران اضطرابا كبيرا في جنوب إنجلترا، مع تعليق المواصلات البحرية لعدة ساعات من ميناء دوفر وإغلاق مئات المدارس. وتسببت العاصفة الخريفية القوية التي ضربت جزءا من أوروبا الغربية في مقتل 7 أشخاص في فرنسا وإسبانيا، وباضطرابات كبيرة أثناء تقدمها نحو بريطانيا وهولندا. وفي جزيرة جيرسي التي وضعت في حالة التأهب أحمر، وصلت سرعة الرياح إلى 160 كيلومترا في الساعة. كذلك تم إغلاق جميع المدارس والمباني الحكومية في جيرسي، فيما أوصت السلطات السكان بالبقاء في منازلهم. ومن المتوقع أيضا حدوث فيضانات في 54 موقعا، معظمها على الساحل الجنوبي لإنجلترا وفقا لوكالة البيئة. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت السلطات الهندية أوامر بإغلاق بعض المدارس اليومين في نيودلهي بسبب وصول مؤشر جودة الهواء إلى مستوى خطير بعدة مناطق في العاصمة الهندية. وغطت طبقة سمكية من الضباب السام سماء المدينة، واشتكى السكان من تهيج في العيون وحكة في الحلق مع تحول لون الهواء إلى الرمادي الكثيف، إذ حام مؤشر جودة الهواء حول 480 في بعض محطات الرصد بالمدينة. وصدرت أوامر بإغلاق بعض المدارس اليومين بسبب تشكل الضباب الدخاني الملوث في سماء مدينة دلهي كل شتاء، إذ يجلب الهواء البارد الثقيل غبار البناء وانبعاثات المركبات والدخان الناتج عن حرق بقايا المحاصيل في الولايات المجاورة، وهو الأمر الذي تسبب في زيادة أمراض الجهاز التنفسي بين سكان المدينة البالغ عددهم 20 مليون نسمة. مشاهدينا، ختاما لنشرة هذه الفترة، هذا تذكير بأبرز العناوين. جهود لرفع التبرع بالدم في إقليم عنسبة. عقد اجتماع لمناقشة الأمن الصحي في إقليم جنوب البحر الأحمر. صيانة الطرق في معين بالنفير الشعبي. بلينكن يصل إلى إسرائيل وحماس تعلن ارتفاع حصيلة قتلى غزة. بوتين يوقع قانونا يلغي مصادقة روسيا على معاهدة حظر التجارب النووية. عاصفة سيران تضرب غرب أوروبا وتودي بحياة 7 أشخاص. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذه الفترة. هذه تحيات الفريق العامل ودمتم في أمان الله.